السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. اليوم إن شاء الله راح نديرو مع بعض بيتزا المقلاة، وصفة أكثر من رائعة، تجي خفيفة وبنينة وتوجد لكم بسرعة بطريقة اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت. ما تنسوش إذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وديروا متابعة للقناة. ما نطولش عليكم، نروحوا مباشرة إلى المقادير. كما قلنا هي مقادير بسيطة متوفرة في كل منزل. بالنسبة للمقادير تاعي نحتاج بالنسبة لصوص طوماط، ندير الكسرونة تاعي فوق النار، ندير فيها شوية زيت زيتون إذا كان متوفر، إلا ما كاش زيت زيتون ديروا زيت سونغو، نديرو يسخن. عندي 3 فصوص ثوم مقطعين إلى شرائح، نحط الفصوص تاع الثوم، و 3 ولا 4 حبات طماطم مقطعين هكا الى قطع، وورقة رند. مع مغرفة صغيرة نتاع اعشاب عطرية ولا زعترة ولا لي زيرب دو بروفونس على حساب الا كانوا متوفرين عندكم، شوية فلفل اسود، و مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة سكر. هذه هي. نخلط المكونات مع بعضهم ونغطيهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطة. بعدها في مقلاة واحدة أخرى نضيف الزيت، وكنت قطعت بصلة وحبة طرشي إلى شرائح، نجي نديرهم يتقلاو مع بعضهم. هاد البيتزا لازم يكون المكونات تاعها كامل طيبين من قبل، لأنها ما تديش وقت كبير في الطياب. نضيف عليهم شوية ملح وشوية فلفل أسود ونخليهم يتقلاو مع بعضهم. تقدروا ديروهم، تقدروا تستغناو عليهم كما حبيتوا. بعدها نروح للعجينة. بالنسبة للعجينة عندي كأس تحليب، نضيف عليه مغرفة كبيرة خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة سكر، وكأس فرينة. نخلط جميع المكونات مع بعضهم ونخليهم يرتاحوا. نغطي الغيسيبيون تاعي ونخليهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق. هنا بعد ما ارتاحوا مدة 10 دقائق وبدات الخميرة هكا تخمر وتتفاعل ودير هذوك البنابل تاعها، نجيب زيت زيتون، ندير 6 ملاعق، نضيف على الخليط 6 ملاعق زيت زيتون. كما قلنا البيتزا تحب زيت زيتون الا كان متوفر، سينو ديروا زيت سونغو. نخلط هذيك الزيت مع الخليط،
نضيف مغرفة صغيرة ملح، ونزيد كأس فارينة، ونعجن العجينة نتاعي هكذا. ندخل المكونات مليح مع بعضاهم، نعجنها مدة 1 ل5 دقائق. نعاود نرجعها للغيسيبيون ونخليها تختمر من نص ساعة إلى ساعة وحدها هكذا. نغطيها بابي فيم ونخليها اكوتي تختمر من نص ساعة لساعة. هنا بعد ما اختمرت العجينة نجي نقطعها إلى 4 قطع متساوية، نشكلهم دوائر، نغطيهم ونبدأ نخدم بالوحدة. نجيب الخبزة تاعي الأولى نسرحها بالحلال بهذه الطريقة. شوفوا السمك تاعها كيفاش يجيني، لازم نتحصل على هذا السمك، تكون خشينة بزاف. بعدها إذا خفتها فرفوت نجي نحطها في بابي كويسون ونديرها تطيب في المقلة. نديرها تطيب على نار قليلة. كي نشوفها تحمرت من جهة نقلبها للجهة الثانية. كما قلنا ندير الفرن تاعي على نار قليلة. نجيب هكذا فرشيطة نثقب الخبزة تاعي باش يدخلها الطياب مليح. هنا كي نشوفها بدات تدير هذوك البنابل وتحمرت شويه من تحتها، يعني بداها تحمر، نجي نقلبها بهذه الطريقه. نحي البابي كويسون ونجي ندير لاصوص طوماط، لاصوص طوماط تاعي انا كي كملت طابت لي جبت برا ميكسور ورحيتها كامل مع المكونات مع بعضها، رحيتهم كامل بالبرا ميكسور. بعدها نجي ندير هذاك الطرشي والبصل اللي طيبتهم قبل، لكم الاختيار، تقدروا ديروهم تقدروا ما ديروهمش. انا استعملت ثاني شويه طون، تقدروا ديروا طون ولا فيونداشي ولا بولي. شويه طون وشويه فرomاج. كما قلنا نديرها على نار قليله باش ما تخطفها ليش المقله ويذوب لي هذاك الفرomاج هكذا.
بعدها نجي ندير شوية زيتون ونغطيها. نتلاقاو في طبق التحضير. اذا هنا بعد ما طابولي لي بيتزا توعي نجي نقسم معاكم اون ترونش. شوفوا كيفاش جاتني، تجي بزاف بنينه وسريعه وسهله التحضير. نتمنى انكم تجربوها ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.